نسبة السيدات اللي بيترددوا على العيادات الخارجية بالذات هي أكبر بنسبة قد تكون 3-1 سيدات إلى رجال. نسبة كبيرة قوي. انت بتروح من الشغل تتفرج على التلفزيون وما بتعملش حاجة في البيت. في اضطرابات نفسية بتحصل حصريا كده في فترة الحمل، وقت الولادة، وقت الرضاعة. دايما الست متلامة على هرموناتها، وكأن محكوم على الست بسبب هرموناتها انها ما تبقاش بروفيشنال. هل التأثيرات دي تأثر على البرفورمانس والكاباسيتي بتاعتها للقيام بوظيفتها؟ الراجل عليه أعباء قوية جدا. الكلام ده يا جماعة لا اعتداء، ولازم ان احنا نوقف الحاجات ما دي يصحش. بشكل صارم. طبعا لا، طبعا مش متفق ان الستات نكدية اكتر. حلقة النهاردة هسأل فيها أسئلة أكتر من العادي شوية. هنتكلم عن الفروقات في الصحة النفسية بين الراجل والست. هتكلم عن ملاحظاتي الشخصية اللي بشوف إن في فروقات فعلا في الحقيقة. هل ده لأن الستات بتعبر أكتر عن نفسها، عن مشاكلها، عن أحاسيسها؟ هل ده لأن المجتمع بيحط الراجل تحت ضغط في إنه يعبر عن نفسه؟ أو إن الستات عندها وعي أعلى بالصحة النفسية، مقبلة على العلاج النفسي أكتر؟ كل التساؤلات دي هجاوب عليها دكتور أحمد سويلم. اهلا. أهلا بحضرتك. اهلا يعني. لو طلبت من حضرتك تعرف نفسك تقول لنا إيه؟ اسمي أحمد سويلم، وأنا طبيب نفسي. اتخرجت من كلية الطب سنة 2011. بعد كده قضيت فترة في أمريكا في جامعة بيتسبرغ في بنسلفانيا. بعدين اشتغلت في مصر في مستشفى بهمن. بعد كده التحقت بمنظمة أطباء بلا حدود في مصر، وحاليا بشتغل في برايفت كلينكس، عيادات خاصة، بالإضافة برضو لشغلي مع بعض المنظمات اللي تابعة للأمم المتحدة. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. هل فعلا في فروقات بين إقبال الستات والرجال على العلاج النفسي؟ دي حقيقة. وبما أننا بنتكلم حتى عن مصر أو عن الوطن العربي، في فروقات في نسبة المقبلين على العيادات الخارجية بالذات. ومن فترة بدأنا نلاحظ انه الوعي بيزداد، ودي حاجة كويسة جدا. بدأ انه يبقى فيه عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق المسلسلات، عن طريق اشكال مختلفة قوي من طرق نشر الوعي، بدأ الاهتمام بالصحة النفسية انه يزيد. ولكن لقينا، يعني انا بتكلم عن ملاحظتي الشخصية، وهنشوف برضو هنتناقش عن الابحاث، بس كانت يعني ملاحظتي مع بعض الزملاء انه نسبة السيدات اللي بيترددوا على العيادات الخارجية بالذات هي أكبر بنسبة قد تكون 3-1 سيدات إلى رجال. نسبة كبيرة قوي. دي نسبة كبيرة فعلا. والنسبة دي الحقيقة مش متناسقة مع الأبحاث اللي معمولة عالميا في انتشار الأمراض النفسية ما بين السيدات والرجال. يعني بنلاقي إنه أغلب الأبحاث بتقول إن نسبة انتشار الأمراض النفسية طبعا بتختلف من مرض أو اضطراب للتاني، ولكن بتكون متقاربة. لو اتكلمنا مثلا على اضطرابات زي الاسكيزوفرينيا او البايبولر ديس اوردر اللي هو اضطراب ثنائي القطب، الاسكيزوفرينيا اللي هي الفصام، هنلاقي ان هي بتبقى 1-1. لو جينا ناحيه الاكتئاب، احيانا بيزداد نسبته في السيدات ولكن برضو احيانا ما بتوصلش للضعف مثلا. خلاص، طبعا ده بيختلف ما بين العينه بتاعتنا كانت فين في دول مختلفه. دقه الابحاث الحقيقه او ان هي بتبقى ابديتد، مطوره، محدثه بشكل منتظم، تبقى موجوده اكتر في انجلترا، امريكا، اوروبا عامه. ولكن يعني في مصر ما عندناش الابحاث بشكل دقيق بالشكل ده. ولكن من الملاحظات اللي بنشوفها، لا، نسبة المتواجدين على المترددين على العيادات لا تتناسب مع نسبة انتشار الأمراض النفسية بشكل عام. ده سببه ايه بقى؟ ليه الستات مقبلة اكتر على العلاج النفسي مع ان الابحاث بتقول ان تقريبا هم عرضة للامراض بشكل متساوي؟ بصي، خلينا نقول حاجة. تقدير السيدات للصحة النفسية هو الحقيقة أكبر من تقدير الرجال للصحة النفسية في مجتمعنا، لو هنتكلم على مجتمعنا بس. النقطة التانية إنه الرجال بيتأخروا شوية في إنه هم يطلبوا المساعدة. ده ناتج لحاجات كتير قوي. ممكن ناتج لإن هم مثلا بنقضي مرحلة في الإنكار أحيانا، صعوبة إن احنا نصدق إن أنا ممكن أبقى تعبان نفسيا، وفي نفس الوقت صعوبة اني اعرف اللي حواليا او ان هم يعرفوا. ده اللي بيبقى كتير منه ستيجما موجودة في المجتمع كله، بس ناحية الراجل موجودة في الحتة دي، ان انا ما ينفعش اقول لمراتي او تشوفني تعبان نفسيا، ده هيقولوا عليا ضعيف. او اي حد بتهيألي، يعني مش بس مراته، بتهيألي هو يتكسف برضه يقولها قدام صحابه.
طبعا بس خلي بالك هنا، يعني ده هيخلينا نقول حاجات كتير قوي. هما مين صحابه؟ يعني صحابه دول هما جزء من المجتمع. ولو انت وصلت لمرحلة انك اصحابك دايما بيتهكموا، بيقللوا، بيستنكروا انك تشتكي او تقول ان تعبر عن مشاعرك في وقت من الاوقات، يبقى ده غلط. لكن لو لقيت نفسك في مجتمع وفي وسط مجموعة من الاصدقاء ما بيقللوش من ده، ما بيهزروش، ما بيضحكوش، ما بيقللوش، ما بيستخفوش بصحتك النفسية وبمشاكلك، ده هيكون مساعد ليك ان انت تكون مقدر لصحتك النفسية بشكل سليم. انا من ملاحظتي في المحيط بتاعي في دايرتي مثلا انه بشوف بنات وستات كتير اكتر بكتير من الرجاله بيجي لهم بانيك اتاكس، عرضه لامراض الضغط، توتر، الضغط العصبي، مسميات مختلفه، انكزايتي عامه. هل ده، وبشوف ان الستات بتبرر ده لان احنا تحت ضغط اكبر بكتير. انا محتاجه ابقى محتاجه ابقى بشتغل، انا كان على اغلبيه الناس اللي بتشتغل النهارده، محتاجه ابقى محتاجه ابقى بشتغل، محتاجه اخد بالي من بيتي، محتاجه ابقى احسن زوجه، محتاجه اللي هو البيرفكت موديل ده اللي هو ملوش وجود وبيرهق الناس قوي، بيحطها تحت ضغط طبعا. بيترجم في بانيك اتاكس، بيترجم في امراض توتر بشكل مختلف. مع ان وجهة نظري برضو ان الراجل عليه اعباء قوية جدا، ومسؤوليته تجاه بيته، تأمينها ماديا وتأمين الأسرة ماديا، وإن جنرال تأمين الأسرة ده عبء قوي قوي على الراجل. ويمكن هو بس الفرق انه مش بيعرف يعبر زي الست. يعني الست بتقعد تقول انا بعمل وبساوي، وانت بتروح من الشغل تتفرج على التلفزيون وما بتعملش حاجة في البيت، انا اللي بعمل كل حاجة، انت مش تعبان في حاجة. مش بتقدر ان الراجل كمان تحت ضغط كبير. فهل الستات بتتعرض اكتر لبانيك اتاك او بتعبر اكتر عن امراض التوتر لان هي شايفه نفسها متوتره اكتر، ولا لان هي فعلا تحت ضغوط اكتر من الراجل في المجتمع؟ هل فعلا وجهة نظري فيها قدر من الصحه ان الراجل مش بيعبر زي الست لكن الاثنين محطوطين تحت ضغط؟ بصي، هو طبعا اولا البانيك اتاكس نسبه وجودها يعني طبقا لاغلب الابحاث بتكون اكتر شويه في السيدات، ولكن هنا احنا هنقول طب هل هي سبب البانيك اتاك الضغوط اللي هي اجتماعيه، ضغوط ماديه، ضغوط عائليه؟ جزء من ان هي ممكن تظهر البانيك اتاك، وجزء من ان هي ممكن تبقى احيانا بتبقى بتعمل لخبطه في الكيميكالز اللي موجوده في جسمنا، فبالتالي تظهر حدوث البانيك اتاك. تمام. ولكن طيب الراجل بيجيله بانيك اتاك ما بيتكلمش قوي، ما بيظهرش قوي زي البنت او الست، وده برضو للاسباب اللي قلناها شويه في الاول. هو احيانا بيخاف الناس هتقول عليا ايه، احيانا بيحاول يقلل من المشكله واهميتها، احيانا بيحاول ان هو يروح يعالجها في سكات بطرق في الاغلب للاسف بتكون خاطئه، وغالبا بيبقى كلها بسبب واحد، الضغوط الاجتماعيه، انه ما ينفعش يطلع ضعيف او ما ينفعش يتكلم في مرض نفسي او طبعًا. ما يصحش طبعًا. او هيقلل من رجولته. شفتي الحاجات اللي قلتيها دي كلها اتكونت عبر سنين طويله قوي، وبقت في الاخر بمثابه ضغوط، ما ينفعش، ما يصحش، كل الكلام ده بقى استقبالنا ليه كانه ده لو عملته تبقى مشكله كبيره قوي، او احيانا ما بقاش راجل. خليني اقول لك على حاجه يعني انا شفتها كتير ويمكن كلكم شفناها مع بعض. ما تعيطش انت راجل، فبالتالي ده معناه ايه؟ ان انا لو عيطت ما بقتش راجل، ما خلاص اترجمت كده في عقلي. فبرضو في جزء من النشأة بيبقى ليه مع ان الراجل ده بيكبر جزء في شخصيته بيتحكم في طريقة تعامله مع تعبيره عن الضغوط، تعامله مع الضغوط. بقى المفروض بالنسبة لي ان انا استحمل، ما اقولش وما اقولش لا. بانيك اتاك مثلا اكزامبل حلو قوي ان احنا نقول ايه. احيانا انا ممكن افضل اكتم في الضغوط وما اعبرش وافضل اقول لا المفروض ما ازعلش، بس انا من جوه زعلان، والمفروض ما اضغطش، والمفروض ما توترش. ولكن احيانا البانيك اتاك دي بتكون تعبير لا ارادي من الجسم تجاه ان هو في مشكله، في انكزايتي مثلا موجوده، في قلق موجود. كتر استنكارك للقلق ده وكتر ان انت تكبت عليه اكتر ممكن احيانا يظهر في صور مختلفة جسدية، منها البانيك اتاك، قولون العصبي حاجة تانية، ضربات القلب السريعة حاجة تالتة، واحيانا ممكن توصل لمرحلة فقدان جزء او كل بعض الاحاسيس الجسدية. هقولك على ملاحظة تانية برضو، خلينا نشوف الفرق ما بين الفانكشن بتاعة الست والراجل مع التعب.
النفسي. بدرجة كبيرة قوي تلاقي انه الامراض النفسية في الرجال شدتها اكثر من شدة الامراض النفسية في السيدات. فتلاقي بدرجة كبيرة انه الراجل لما يتعب نفسيا ويوصل لمرحلة لا خلاص ممكن ما يقدرش يقوم بشغل، ما يقدرش انه هو يبقى قائم بوظيفته بشكل مقارنة بالسيدات. ان في سيدات كتير بيكونوا بيعانوا من اضطراب ما نفسي ولكن بيبقوا ما زالوا قادرين ان هم يقوموا بوظائفهم. ده مش عشان الست اقوى من الراجل، ده عشان الراجل بيبقى كتم اكتر من الست. احنا مش هنقدر نقول اقوى عشان ما نقعش في الفخ، بس الراجل كتم طبعا الراجل كتم، فده كان ليه دور. الست بدأت، وده بقى من لو هنقول أسباب أو انعكاسات إنه نسبة تردد السيدات أكتر على العيادات النفسية، ده بيؤدي إلى إنه الست بتلحق بدري فما توصلش لمرحلة شديدة من التعب النفسي. الراجل للأسف أحيانا بيتأخر لحد ما لا ده اكتئاب مع suicidal thoughts مثلا، يعني مش اكتئاب بيهزر، مع أفكار انتحارية. بالظبط، مع أفكار انتحارية، أو مثلا إنه هو في مرحلة إدمان متقدمة جدا، أو في مرحلة إنه مثلا بنلاقي أحيانا مشاكل في باترن نظام أو نمط العلاقات العاطفية أو حاجة زي كده. الراجل في الأغلب لا ما بيطلبش المساعدة، ولو طلب بيبقى في الآخر خالص بعد ما الدنيا تعك تماما يعني للأسف. الملاحظات دي مجتمعية أكتر. التوعية اللي احنا بنعملها دي زي كلامنا الجميل النهاردة ده بيفرق جدا. زي ما بتقولي مثلا كده، لو انا الراجل نزل قعدة صحابه على القهوة وبعدين جه فكر يقول لهم ده انا متضايق متوتر زعلان فاتريقوا، مش هتكلم معاهم تاني. وللأسف ممكن يبقى ما عنديش أصحاب غيرهم فمش هتكلم تاني خالص. اللي احنا بنعمله ده أنا وإنتي وإحنا كلنا لو بدأنا تدريجيا نفهم إن احنا جزء من المجتمع، فنفهم إنه أنا لما أسمع إن صاحبي بيشتكي لي ما أقللش، أنا لما أشتكي أنا أبقى فاهم كويس قوي إنه أصحابي دول لو هم أصحاء نفسيا مش هيتريقوا عليا. لو اتريقوا عليا سيبهم أرجوك، لأنه ده مش داعم ليك ومش بيديلك حرية إنك تبقى إنسان. دور الست بيجي هنا فين مع الراجل اللي مش بيعبر عن الضغوط النفسية اللي بيعيشها؟ يعني احنا دلوقتي قلنا ان مفيش تساوي، ست بتقبل او مقدمة اكتر على العلاج النفسي، عندها وعي اكتر بالمنتل هيلث، اهمية ان هي تبقى صحتها النفسية كويسة. الراجل بيتأخر زي ما قلنا. لو قلنا الست تعمل ايه عشان خاطر، ما هو برضو احنا كلنا في مركب واحدة. انت هتتعب، ما كلنا هنتعب، الأسرة دي هتقع. صح. دورها ايه مع الراجل؟ انه تسنده، تديله السبيس انه يعبر، ولا هي مفروض تبقى فاهمة ان هو تركيبته مختلفة فتتعامل معاه بشكل مختلف؟ مثلا تديله المساحة ازاي؟ بص، تركيبة راجل للتاني هتختلف، فبالتالي التعامل مع راجل عن تاني ممكن يختلف. زي ما كان عن فرق بين تركيبة الراجل والست، ازاي هي فوكال، ده وجهة نظري، ما اعرفش ده صح علميا ولا لا، هي ست فوكال اكسبرسيف اكتر، طبعا. بتعبر عن نفسها اكتر. طبعا. الراجل اقل بكتير، كان الرغي مثلا مقترن بالستات اكتر من الرجاله، النكد مقترن بالستات اكتر من الرجاله، مع انا مش متفقه خالص يعني. مش متفقه خالص على الموضوع. مش متفق. بحس ان الرجاله نكديين اكتر. ليه حضرتك مش متفق؟ دي حاجه غريبه جدا. لا طبعا مش متفق ان الستات نكديه اكتر. انا شايف انه ده هيبقى بنسميه ليبلينج، او ان احنا يعني بنوصفهم كده بحاجه وخلاص. شكرا. ليه الست مش نكديه اكتر؟ ليه بقى كل الناس بتحصر الست بدور النكد ده؟ هو ايه المقياس اساسا؟ يعني ايه المقياس عشان نقدر نقول مين اكتر من التاني في النكد؟ الحاجه التانية ان الست معلش بتقلب وشها. انا دايما بقول الست اللي قلب وشها دي وجوزها شبرين نعم. قدامها مش نعمه. ليه؟ الراجل اللي عمل فيها حاجه، ما انت ضايقتها. ايوه بس يعني على الراجل فكرة دايما هي يشتكي هنا عبرت. اصل هي قلبه وشها. انت ضايقتها بس قلبه وشها. طب ما هي بني ادم، بتعمل ايه؟ مش فاهم ازاي هي كده النتيجه بقت هي ست نكديه؟ ما انت السبب. لا، وعايز اقول حاجه برضو، ان هو تعمل ايه؟ ما هو لو هي قلبت وشها فده اكسبريشن. احنا لسه بنقول بالزبط. ان الست معبره. طب ما ده كويس، فهي عبرت. لا هو عايز يعمل حاجه تضايقها بس هي تعدي. ما دي هتختلف من راجل للتاني. بس لو هنقول كده انه لا طبعا اي حاجه ممكن انه هيكون برضو في من الراجل تقدير لمشاعر الست، وهيكون انه هو بيقعد وبيسمع المشكله حتى لو هو شايف، لانه احنا برضو بيبقى في جزء في الكوميونيكيشن او التواصل في ده محتاجين نتحسن فيه شويه الحقيقه كلنا. انه مش شرط ان من وجهه نظري شايف ان ده يزعل ولا لا او يضايق ولا لا فاحكم عليه. انت معقوله متضايقه من صرصار؟ انت مالك؟ هي بتتضايق من صرصار. انا مره حد قال لي النصيحه دي زمان، انه اللي بيضايق او الصح والغلط في العلاقات، وشفتها مفيده جدا، ان الصح والغلط في العلاقات
ملوش علاقة بالصح والغلط في المطلق. يعني مثلا لو انا متجوزة وجوزي ما بيحبش ينام والتلفزيون شغال وانا مصممة اشغل التلفزيون، ابقى دي بعمل حاجة غلط. هي في المطلق فرجتي على التلفزيون وهو عايز ينام مش غلط، او فرجتي على التلفزيون بالليل مش غلط، بس لما ابقى بعمل حاجة بتضايقه هو بقت حاجة غلط. بصي، انا ما بحبش استخدم صح وغلط بصراحة. خلينا في المناسب واللي مش مناسب. اوكي. انا كنت عايش لوحدي في سرير بنام لوحدي، بقيت بعد كده بتشارك في بيت، في أوضة، في سرير مع حد. بقى هنا المناسب اختلف. لو أنا قاعد في الشارع بشغل أغاني بصوت عالي يفرق تماما عن أن أنا قاعد في بيتي بشغل أغاني بصوت عالي. فهنا التواصل الناتج عن أنك اخترت ووافقت أن أنت تدخل في علاقة، واخترت ووافقت أنك هتبقى حريص على مشاعر شريك حياتك، فبالتالي هيبقى فيه جزء منك تفهم. انا فاهمه انه مفيش حاجه اسمها صح وغلط في التلفزيون، بس فاهمه انه ده هيضايقه دلوقتي. ما ينفعش خالص ان انا اروح واستنكر انه بيضايقه، وما ينفعش خالص برضو ان انا اقوم قايله بس على فكره هو مش غلط ان انا افتح التلفزيون بصوت عالي، وافضل مصر على ان افتح التلفزيون بصوت عالي. الاتنين مفهومش تقدير للشخص اللي احنا وافقنا او عندنا رغبه واخترنا ان احنا نعيش معاه. فالاتنين لا فيهم مفيش تواصل موجود، مفيش تقدير لمشاعر الآخر. وده أساس أي تواصل، مش بس في العلاقات الزوجية، مع الصحاب حتى. واحد صاحبي ما بيحبش الصوت العالي، وكل ما يركب معايا في العربية شغل بصوت عالي، دي علامة إيه؟ عدم ترحيب. فبالتالي يا إما هو مش هيركب معايا ومش هيبقى صاحبي خالص. طب نرجع للنقطة اللي كنا بنتكلم فيها تاني، لأن الراجل مش مقبل على العلاج النفسي بنفس القدر زي الستات. ماشي. الستات دورها ايه هنا؟ بص، الستات دورها ايه هنا؟ خلينا زي ما كنا بنقول كده انه هتختلف من راجل للتاني، بس خلينا نقول ان الستات ممكن هيبقى دورها في كذا شكل. احنا بنتكلم هنا عن الست الزوجة، ما بنتكلمش عن الام، ما بنتكلمش عن الاخت. بنتكلم عن الست الزوجة. طيب الزوجة هو دورها هيختلف طبعا جذريا. يختلف طبعا. ده عايز اقولك لو هي ابنة بنت طبعا دورها هيختلف تماما. البنت ممكن تعمل سبورت وحاجات كتير قوي نفسية لباباها اللي هو اب. ولكن خلينا في الزوج دلوقتي. اول حاجة الفاليديشن، ان مهم جدا ان هي ممكن كل شوية مثلا شايفت انه حصل له موقف في الشغل، طب انت عامل ايه النهاردة؟ طب هل ده ضايقك؟ تديله مساحة انه عادي انك تتكلم في ده، وانا متوقعه انك تبقى متضايق، زعلان، متوتر، مضغوط. فبالتالي ده بيعمل ري اشورنس، او انه بيعمل تعزيز انه هيجي يتكلم معاكي تاني. يعني الست تقدر، عشان اوضحها، ما بنقولش انا مش مقدره، لا بس مقدره طبعا. طبعا اقصد تقدر ان الراجل ممكن يكون بيمر بضغوط ما بيعبرش عنها، وده واقع. هو فعلا الرجاله بتمر بضغوط هي مش شايفاها او ما سمعتهاش منه بشكل مباشر، بس لازم تبين التقدير ده للضغوط اللي بيمر بيها طبعا، من غير تعبير منه. ممكن توقع منها ان هو تحت ضغوط. بالزبط. زي مثلا عملت ايه في الشغل النهارده؟ طب مثلا قال لها في مره ان هو كان عنده مش عارف ديدلاين، او كان عنده ترقيه او اي حاجه، فاي الاخبار. كل شويه سؤال بسيط ده ممكن يبقى علامه انه انا مقدره وشايفه انك ممكن هنا تبقى متوتر، مضغوط، متضايق، حاجات كتير او أوي. في الظروف الاقتصاديه اللي بنمر بيها طبعًا. دلوقتي، اكيد هو مستوى المعيشي ممكن يقل او يتاثر، فده ضغط عليه هي مش شايفاه. وده هيبقى جزء من المشاركه اللي ممكن برضه هينطبق على ارض الواقع. فمثلا نيجي لو في ضغوط ماديه، فممكن تقول له طب ايه رايك احنا هنعدل مصاريفنا 1 2 3 4 وهكذا. كل ده تقدير للمشاعر يا جماعه. هي حاجات ممكن تبان بسيطه، ولكن كل ده تقدير للمشاعر بيساعد ان العلاقات تنجح، وبيقلل جدا من ان احنا يبقى عندنا نوصل لمرحله اضطراب نفسي. وحتى برضو تاكيدا على النقطه دي، في مرحله مثلا لو هم قرروا يخلفوا، الخلفه والولاده، احنا شايفين العبء اللي على الست الكبير، ودي حقيقه هو عبء كبير جدا على الست نفسيا وجسديا وكل حاجه، بس بننسى انه برضو عبء على الراجل اللي بقى عنده شخص زياده مسؤول منه في رقبته مدى الحياه. هو ما بيعبرش عنه، ما عندوش مساحه دي. احنا عايزين ندي المساحه، وعايزين نشجع الراجل ان هو يعبر، وعايزين الست تبقى فاهمه ان انا مش مشكلتي هي المشكله الوحيده اللي في الدنيا. لا طبعا. وفي جزء بس هنا معلش برضو، انه في بالذات في اختيار توقيت الولاده، توقيت الحمل، او قرار ان يبقى فيه اطفال، لازم هنا يبقى فيه مشاركه من الاول خالص، عشان هيبقى فيه مشاركه في كل اللي جاي.
عشان برضو يعني الست مشكورة جدا وهي ربنا ادالها الوظيفة دي انها هتقوم بالحمل والولادة والرضاعة وكل ده. طيب هنا هل ده معناه انه الست اللي هتفضل مسؤولة طول عمرها؟ لا، واحدة واحدة. انا واخدة جزء بطبيعة معينة من المسؤولية، ولكن فين الجزء بتاعه؟ هنتكلم في ده، لانك هنيجي في وقت من الاوقات ونقول قبل خطوة قرار الاطفال اصلا، طب انت فاهم يعني ايه هيبقى طفل؟ طب انت فاهم ان انا في وقت من الاوقات ممكن مثلا هبقى محتاجة المساعدة في البيت؟ طب انت فاهم؟ هي كمان نفسيا بحس ان مفيش وعي قوي ان الست بتبقى محتاجه دعم نفسي كبير جدا في فتره الحمل والولاده طبعا. يفوق الديوتيز او الحاجات اللي في البيت، اللي هو هنحط ده هنا او انقل ده هنا او اغسل او اوفر اكل او مش عارفه ايه. هي نفسيا كمان ده حقيقي، مرهقه ده حقيقي جدا, جدا، ده حقيقي محتاجه جدا. دعم كبير. ده حقيقي جدا. ولو جينا كمان ناحية يعني الاضطرابات النفسية، الأمراض النفسية بشكل عام، ففي اضطرابات نفسية بتحصل حصريا كده في فترة الحمل، وقت الولادة، وقت الرضاعة. احنا بس بناخدها فور جرانتد كده، اللي هو الطبيعي ان هي تحمل وتخلف زي كل الناس. معلش بس ده قرار، والقرار ده مشاركة. مع الحمل ده حصل ازاي؟ مشاركة من الراجل. فالمسؤولية لازم تبقى مفهومة انها مشتركة، ولكن هنقسمها وهنوزعها ازاي. نيجي لنقطة برضو الفرق بين الراجل والست في بما اننا اتكلمنا عن الحمل والولادة، ففي شق فيه كده هرمونات. دايما الست متلامة على هرموناتها. انتي اصلك هرموناتها هب عليها ولا معرفش بيقولوا ايه، مأثرة على قراراتها. بتيجي حوالين الحمل والولادة بشكل كبير، فتبقى هي دايما في موضع اتهام. انا هرموناتي. الناس، المجتمع. اللي هم رجاله ولا ستات؟ اغلبهم رجاله. لا، اغلبهم رجاله. يعني بشوفها اكتر يمكن اغلبهم رجاله في مجال العمل. دايما لما بتبقى المديره ست او يبقى مثلا تيم. انا طول عمري بشتغل في كوميونيكيشنز. كوميونيكيشنز فيلد بيغلب عليه الستات في الشغل كموظفات. فدايما احنا تيم ستات اكتر من الرجاله، وساعات الستات بس. دايما الراجل اللي في التيم حاسس ان هو في وسط بحر من الهرمونات مأثرة على القرارات اللي بتتم في المكان الشغل ده، وبيقولوا بيعبر عنها. بقابل كتير رجاله يقول اصل الست النهارده في الشغل او المديره النهارده في الشغل هرموناتها بس كانت، يعني كأن الهرمونات هي المتحكمة في قراراتها ومبوظة لهم شغلهم، وكأن محكوم على الست بسبب هرموناتها انها ما تبقاش بروفيشنال. انت عارفة انه ده اعتداء لفظي؟ يعني ده اسمه verbal aggression، يعني انه حد في الشغل يقول لك كده او يقول لاي حد او بيقولها يعني كأنه بهزار، بس انا عارفة ان هم بيقصدوها. لا بس الحاجات دي نقف عندها وقفات كبيرة الحقيقة يعني. ولو في شركات كبيرة يعني لا، الحقيقة ده تعملي مشكلة كبيرة في HR، ده حاجة على جنب يعني. ولكن لا طبعا ده اتهام. واحنا هنا جينا اصلا في طبيعه شغل ما فيهوش فرق بين الراجل والست، فالديوتيز اللي بتبقى ليكي هي ما بتختلفش عن المهام والواجبات اللي بتبقى للراجل. يعني لو ست بتشتغل في بنك في اي كويس regardless، يعني انا قلت اديت communications example عشان انا ده كان شغلي، فهو اصلا فعلا يعني dominated by ستات. لكن في مجالات شغل لا، هي مجالات شغل الرجاله والستات بشكل متساوي، او الرجاله فيها اكتر، بس لما تبقى المديره ست دايما هي محل اتهام ان هرموناتها هتأثر على فكرة انها تبقى بروفيشنال في مجال العمل. طيب خلينا اكيد يعني بتسمع الجملة دي. انا مش متفق معها طبعا، بسمعها اكيد يعني، بس مش متفق معها طبعا. ليه بقى الست متهمة كده وهل في فرق فعلا يعني ولا لا؟ حتى هنا بس لو قلنا ان الست وصلت ان هي مديرة وبقى عليها اتهام، كل ده ضغوط. والضغوط دي هتأثر على اي حد سواء كان راجل او ست. خلاص، وده هنا حكم مسبق. هيبقى انا لما يتحكم عليا حكم مسبق هبقى تحت سكوب كده، اللي هو لا انت لازم تعمل حاجة. فده ممكن يبقى ضاغط لدرجة موترة في الاخر فيطلع قرارات غلط لوحده. هنيجي للفرق ما بين الستات والرجالة. هل بسبب الهرمونات؟ هرمونات الأنوثة ليها تأثير على الصحة النفسية، بس في أوقات معينة ممكن ان هي يبقى ليها تأثير على الصحة النفسية. اوقات مثلا المنسترويشن، الدورة الشهرية، ممكن ان هنا يبقى فيه، بنسمع كتير قوي عن البريمنسترول سيندروم، فممكن ان هنا يبقى فيه تأثيرات. بس هل التأثيرات دي تأثر على البرفورمانس والكاباسيتي بتاعتها للقيام بوظيفتها؟ لا. شكرا. لو جيتي مثلا في مرحلة الحمل الولادة، هنلاقي ان الشغل، قانون العمل بيسمح انه لا، في هنا حاجة اسمها اجازة ولادة. خلاص، ولكن انه
على طريق الشغل بشكل متواصل، صباح الخير احنا عايزين النهارده نشتغل، مفيش فرق هنا في القدرات العقليه الذهنيه يخلي الراجل افضل من الست، او يخلي ان احنا نقول ان الست كده خلي ادائها مش كويس في الشغل على طول ادائها مش كويس عشان هرموناتها. الكلام ده يا جماعه لا، اعتداء، ولازم ان احنا نوقف الحاجات دي بشكل صارم طبعا. وبرضو عايز اقول لك على حاجه تانية، وهي ان ايه، الاتهامات دي للاسف بعض البنات لسه وهم بيبداوا يدركوا في البلوغ انه انا بنت، ده بيعمل اعباء لدرجه انه الناس ممكن احنا ما اخترناش نبقى راجل ولا ست، والراجل اللي جاي يقول هرموناتها ده معلش يعني احنا اسفين، هو اختار، هو ما اختارش هيبقى راجل ولا هيبقى ست ولا اي حاجه خالص. ولكن هنا بنلاقي انه كتر الاتهامات دي يعني للاسف، واتمنى انه الامهات ياخدوا بالهم في وقت المراهقه ووقت البلوغ بتاع البنات، عشان بنلاقي احيانا ان من الاتهامات اللي ممكن تحصل دي البنت تبدا توصل لمرحله انها تكره انها بنت. لا ده بيقولوا لي ان هرموناتي فمش هعرف اشتغل، فتصدق. فبالتالي تبدا تقول ايه ده، طب ما يا ريتني ما كنت بنت. لا، واحده انت ما اخترتيش والراجل ما اختارش، وهو ما فيش هنا اي حاجه مميزه عن هنا. برضو احنا ضد دايما ان يبقى في حاجه اسمها مين اكثر مين اقل، مين احسن مين اوحش، مين اقوى، عشان هيبقى العكس مين اضعف. ولكن ده مختلف عن ده، وده شاطر في حاجات وده شاطر في حاجات، والاتنين بيقوموا بوظائف مكمله لبعض. يعني احنا دلوقتي بقى كلنا يا سلام لما نقعد نتكلم عن التيم ورك، طب ما هو راجل وست، ما هو ده تيم، ما هو ده اساس التيم ورك اصلا. هو مختلف ليه؟ ده بيعمل حاجه والتاني بيعمل حاجه تانية، بس هما الاتنين مكملين لبعض. بس هل يعني ينفع ان انا اقعد انتقد الشخص التاني ان هو ما بيعملش الحاجه دي؟ ما هو كتر انتقادي ليه هيخليه ما يعرفش يعملها. فانا اسف، انت مش هتلاقي معاك ست بتقوم بدورها كست، ومش هتلاقي للاسف الراجل في وقت من الاوقات لما برضو احنا بيبقى فيه جزء من النشأة والتعبيرات اللي بتتقال احيانا في المجتمع ضد الرجاله، بنلاقيه مش عارف يبقى راجل. انا اسف في استخدام الكلمه، بس هو مش فاهم يعني ايه يبقى راجل، اللي هي بتختلف عن كونه ذكر. فهنا في لخبطه كتيره احيانا في المفاهيم اللي بتخلي للاسف الناس، بعض الناس ممكن توصل لمرحله انه هو مش فاهم يعني ايه القيام بدوره الجسدي، اللي هو يعني ايه ان انا راجل ذكر، ويعني ايه ان انا ست فيميل. فده كتر التعليقات المجتمعيه دي احيانا بيخلينا نوصل لمرحله من عدم تقبل او رفض لجسمنا. ده موضوع كبير. طبعا نعمل وفي ايه؟ نسبه المراهقه بالذات، عشان يعني في الحته دي محتاجين ناخد بالنا منها قوي. دي نقطه مهمه. نعمل ايه واحنا بنربي ولاد وبنات عشان لما يكبروا ما يبقوش بيسمعوا نفس الكلام ده، ما يبقوش الراجل تحت ضغط انه ما ينفعش يعبر عن نفسه، حلو. والست ما تبقاش تحت ضغط ان هي لازم تثبت طول الوقت ان هي تقدر تعمل حاجات زي الراجل. حلو. ده ضغط كبير. انا بشوف ستات دايما تحت ضغط، انا على فكره اقدر اعمل ده، ما حدش قال لك ما تقدريش تعملي. ده هنا جاي من ايه؟ من ان هي افترضت، توقعت، وقد يكون ناتج عن كلام كتير قوي في الماضي اتقال لها انك ما ينفعش، ما تقدريش، تنزيش لوحدك، لازم تاخدي راجل معاكي علشان مش تقدري تحمي نفسك، مش تقدري تتصرفي كويس، مش تقدري تتصرفي تصرف عاقل منطقي. بالظبط. دورنا احنا بقى عشان نكسر، دايما انا بقول مهمه قوي ان احنا نكسر السلسله بتاعه المشاكل. كلنا عندنا مشاكل، كلنا هننقل جزء منها لاولادنا، واولادنا هينقلوا جزء منها لاولادهم، بس كلنا بنحاول، واهلنا عملوا كده واحنا لازم نحاول نعمل ده، نقلل المشاكل دي واحنا بننقلها. حلو. مش هنطلع اولاد بيرفكت، بس حلو. هنحاول نشوف في المجتمع كده بيحطنا في حتة غلط ازاي، حلو. ونخرج منها. وارجو يا جماعه من اي ست ما تقبلش بده. تعمل ايه بقى الست اللي اتزنقت الزنقه دي؟ عشان في ستات بتقول لا انا هشتغل بس فلوسي ليا. اوعي تكوني بتساهمي في البيت. الاطفال مفتوحين على العالم اكتر بكتير من جيلنا، من الاجيال اللي قبلنا، فمحتاجين تركيز من راجل وست، مش من ست بس. ارجوك الطريقه اللي انت اتربيت عليها هي مش هتنفع النهارده. اقول هل انا اربي ولادي اقول لا انا ما اخليهوش يبقى اقل من اللي حواليه فمضطر اجيب له يعني جزمه اللي صحابه لابسينها، ولا اعلمه قيمه الحاجه واقول له لا الجزمه دي فوق امكانياتنا؟ امتى الشخص يبطل يبقى ضحيه تربيه اهله ليه؟ مش هقدر اني اعمل تربيه صحيه سليمه لو انا ما تعافتش من اللي فات. في اباء وامهات ممكن ما يبقوش عايزين ولادهم يبقوا احسن منهم،